الرياضيات الصف الاول الاعدادي. كنا بدأنا المرة اللي فاتت في درس الاعداد النسبية وخدنا فيه جزئيات بسيطة. النهاردة برضو هناخد كمان كذا جزئية كده، وهيتبقى حاجة جزء بسيط هناخده الحصة الجاية بإذن الله. فهكمل النهاردة بقى في الاعداد النسبية. كنا خدنا الاعداد النسبية وقلنا ان هي عبارة عن كل الاعداد الصحيحة اللي هي كل الاعداد الموجبة اللي هي 1 و2 و3 و4 و0 سالب 1 سالب 2 سالب 3، بالاضافة للكسور سواء كانت كسور عشرية زي 5/10 مثلا او تلت، ده كسر اعتيادي، او 80% نسبة مئوية. يعني خدنا احنا المرة اللي فاتت الاعداد النسبية وعرفنا ان هي فيها كل الاعداد الصحيحة اللي هي الاعداد الموجبة والاعداد السالبة والصفر، وزيادة عليهم كل الاعداد العشرية والكسور والنسبة المئوية. يعني كل الكسور تبع الاعداد النسبية، ايوه كل الكسور تبع الاعداد النسبية ما عدا الكسر اللي مقامه بيساوي صفر. هو ده كان الكسر الوحيد الذي لا ينتمي للاعداد النسبية، لان اي كسر مقامه صفر او الاسم على صفر ليس لها معنى. الاسم على صفر ليس لها ايه معنى. ده خدناه المرة اللي فاتت. وخدنا برضو ان لو جينا قلنا صاد السالبة يعني اتحاد صاد الموجبة هيدوني صاد كلها ما عدا الصفر، يبقى صاد ستار. وخدنا برضو نون الموجبة اتحاد نون السالبة هيدوني نون كلها ما عدا الصفر اللي هي نون ستار. برضو قلنا ان اي عدد صحيح 5 6 7 8 ده ممكن احطه في صورة بسط ومقام، لان الاعداد النسبية بتتميز بانها ممكن تتحط في صورة بسط ومقام. فاي عدد صحيح هو مقامه واحد. اي عدد صحيح مقامه واحد، وليكن مثلا 5 فهي عبارة عن 5 على 1، و2 عبارة عن 2 على 1، وممكن نقول ان 8 على 1 او 16 على 2. المهم بس هو اي عدد صحيح بيكون مقامه واحد. 7 عشان احطها في صورة بسط ومقام بتكون 7 على 1. خدنا كمان ازاي اعرف ان العدد اللي عندي ده تابع للاعداد الصحيحة او لا. اذا كان جاي لي في صورة كسر، مش اول ما اشوف الكسر على طول اقول لا العدد ده ماهوش صحيح، لا، بشوف الاول اذا كان البسط يقبل القسمة على المقام. لو البسط يقبل القسمة على المقام يبقى العدد صحيح، لكن لو البسط لا يقبل القسمة على المقام يبقى العدد غير صحيح وبيكون عدد نسبي. يعني مثلا عندي هنا 8 على 2، ما نروحش اول ما اشوف الكسر على طول اقول لا ده كسر يبقى مش تابع للاعداد الصحيحة، لا. طب بص الاول هل البسط اللي هو 8 بيقبل القسمة على 2؟ ايوه، هنلاقي ان 8 لو قسمتها على 2 هتديني 4، وبذلك الاربعة بتنتمي لصاد. يبقى انا لو عندي اي كسر ما اروحش مباشرة كده واقول ان هو لا ينتمي لصاد، لا، ببص الاول اذا كان البسط يقبل القسمة على المقام فهو ينتمي لصاد. ولكن اذا كان البسط زي 7 على 3، هل 7 اقدر اقسمها على 3؟ لا، 7 لو جيت اقسمها على 3 مش هتنفع، هتديني 7 على 3 هتديني 2 وكسر. 7 على 3 بتديني 2 وايه وكسر، ف2 وكسر، لا مفيش كسور خالص في الاعداد الصحيحة. يبقى 7 على 3 مش السبعة مش تبقى الاسم على 3، يبقى دي لا تنتمي لصاد، لا تنتمي لايه لصاد. خدنا كمان امتى اقول ان العدد ينتمي لنون اللي هي مجموعة الاعداد النسبية. وصاد طبعا كانت مجموعة الاعداد الصحيحة، لكن نون هي مجموعة الاعداد النسبية. لما يجي لي كسر ويقول لي هل بينتمي لنون ولا لا، ببص على المقام. لو المقام رقم عادي وماهوش صفر خلاص فالعدد ده او الكسر ده بينتمي لنون. لكن لو يساوي صفر، المقام يساوي صفر، يبقى العدد لا ينتمي لنون. حد هيبص هنا يقول لي 5 بس ما فيش صفر في المقام. هو ما فيش صفر في المقام، لكن المقام كله على بعضه كنتوا كام او يساوي كام؟ 2 ناقص 2 هنا بتديني صفر، يبقى معنى كده ان المقام هنا يعتبر صفر. حتى لو جابهولي 5 ناقص 5، 2 في 3 ناقص 2 في 3 ناقص 6، ما 2 في 3 دي ب6، لما نقص منها 6 هتديني صفر برضه. يبقى 5 لما يقول لي النون اشوف العدد بينتمي لنون ولا لا، فانا نظرتي كلها او ببص على المقام. 2 ناقص 2 هنا بصفر، يبقى 5 على صفر ده العدد ده لا ينتمي لنون. طب جايب لي 4 على 5، الخمسة واضحة وصريحة في المقام. طالما بيسألني هي بتنتمي لنون ولا لا، فانا كل الكسور تنتمي لنون ما عدا الكسر اللي مقامه صفر. انا عرفت واخدت المرة اللي فاتت ان كل الكسور تنتمي الى نون ما عدا الكسر اللي مقامه بيساوي صفر،
فهل 5 تساوي 0؟ لا، وجايه صريحه ما فيهاش لا جمع ولا طرح ولا قسمه ولا ضرب، عشان اقدر اقول ان انا بعد ما اخلص العمليه ممكن تكون هتساوي 0 في المقام. ف4 على 5 على طول مباشره، طالما المقام 5 يبقى بتنتمي لنون. ده كانت اجزاء كتير خدناها المره اللي فاتت، وبرده خدنا من ضمن اللي خدناه المره اللي فاتت ان انا لو قسمت 0 على اي عدد فهو بيديني 0. لما بقسم 0 على ما فيش، على يا ربي 0 على اي عدد، يعني 0 على 5 انا ما اديتهوش حاجه اصلا، فبيفضل 0 زي ما هو. لو قسمت 0 على 3 انا ما اديتش ال3 حاجه برضو، فانا ما قسمتش حاجه اصلا، فبتفضل 0 زي ما هي. يبقى 0 على اي عدد بيكون الناتج 0. لكن لو العكس بقى، اي عدد على 0 ده ليس له ايه معنى، اي عدد على 0 ليس له معنى. انا بقسم على ما فيش، يعني معايا 10 جنيه وعايزه اقسمها على ما فيش، طب انا هدي ما فيش ازاي اصلا؟ هقسم على ما فيش ده ازاي؟ فاي عدد على 0 ليس له معنى. طيب النهارده هناخد كذا جزئيه، اول جزئيه منهم هي كتابه العدد النسبي في ابسط صوره، وده مش جديد علينا على فكره، خدنا الكسور في الابتدائي. لما يكون عندي كسر وعايزه ابسطه، لما باجي ابسطه يعني بقسم البسط والمقام على نفس الرقم، وبالتالي بيبسط معايا او بيصغر معايا الكسر. يعني انا عندي 4 على 8، ايه العدد اللي 4 وال8 يقبلوا الاسم عليه؟ هنلاقي عندي الاثنين. طب انا عايزه اعلى عدد يقبلوا الاسم عليه، العامل المشترك الاعلى ما بين ال4 وال8، مين اعلى رقم يقبلوا الاسم عليه؟ هما الاثنين. طبعا ال4 هنا الصغيره، هل ال8 بتقبل عليها؟ طبعا بتقبل. يبقى 4 على 8 عشان اصغر البسط ده اهو ده واحطه في ابسط صوره، فانا هقسم على 4. 4 على 4 هتديني 1، و8 على 4 هتديني 2. يبقى 4 على 8 لما بسطتها وصغرتها ادتني 1 على 2، وطالما وصلت في البسط ل1 يبقى انا كده وصلت غالبا لابسط صوره، مش هقدر اوصل لابسط من كده. هبسط ايه في البسط اكتر من الواحد؟ مش هلاقي. طيب جايب لي 5 على -15، لما باجي ابسط البسط قلنا ايه؟ بندور على رقم يقبلوا عليه هما الاثنين، ويكون اعلى رقم يكون هو العامل المشترك الاعلى. عندي 5 على -15، ما علينا من السالب دلوقتي، هنتصرف فيه في النهايه. ال5 وال15 ايه اللي بينهم وبين بعض في القسمه؟ طبعا الاثنين يقبلوا القسمه على ال5. طيب لو انا قسمت على ال5، 5 على 5 فيها ال1، و15 على 5 فيها ال3. طب انا كان عندي سالب في المقام ما بيحبش يكون فيه سالب خالص، ولذلك لما باجي اختصر اي كسر ويكون عندي سالب في المقام فانا بطلعه في البسط. ليه؟ لان المقام، ملحوظه مهمه كده، المقام ما بيحبش يكون فيه سالب، فبقى اختصار 5 على -15 هو -1 على 3. بختصر عادي واحط اشارتي بعد كده. 5 على -15 اختصارها هو -1 على 3، لاني قسمت على ال5. 5 على 5 فيها 1، و15 على 5 فيها 3، والسالب اللي كان عندي في المقام طلعته في البسط. طب جايب لي رقم كمان -6 على 18. هل في رقم ما بين ال6 وال18 الاثنين يقبلوا الاسم عليه؟ ايوه عندي الاثنين. ماشي، في حد اكبر من الاثنين شويه؟ في 3، يعني اقسم على 3. طب ما فيش رقم اكبر من 3 شويه يقبلوا عليه هما الاثنين سواء ال6 او ال18؟ عندي ال6 الاثنين يقبلوا على 6. فانا لو قسمت 6 على 6 فيها ال1، و18 على 6 فيها ال3، والسالب بتاعي في البسط بحطه برده في البسط، مش هنزله بقى المقام، السالب عادي في البسط او يعني، لكن ما بيحبش يكون في المقام. يبقى انا كده خدت دلوقتي كتابة العدد النسبي في ابسط صورة. هاخد جزئية كمان وهي صور للعدد النسبي، باخد له شوية صور او نسخ بمعنى اصح. يعني انا عندي العدد تلت، عايز له 3 صور. يعني ايه 3 صور؟ يعني يقصد عايز 3 كسور تكون مساوية للتلت، 3 كسور تكون مساوية للتلت. والجزئية دي برضو مش جديدة، دي من ابتدائي. يعني ايه اجيب 3 كسور مساوية للتلت؟ احنا مش خدنا زمان في ابتدائي ان انا لو ضربت البسط والمقام في نفس الرقم فالكسر اللي بينتج عندي بيكون مساويا للكسر التاني؟ يعني ايه؟ يعني انا لو ضربت الواحد دي في 2 هتديني 2، ولو ضربت ال3 في 2 هتديني 6. يبقى 1 على 3 بتساوي 2 على 6. يعني انا لو خدت جزء من 3 هياها جزئين من 6. يبقى صور العدد النسبي، عشان اجيب صور لاي عدد نسبي او لاي كسر بضرب المقام والبسط في نفس الرقم، بضرب المقام والبسط في نفس الرقم. يعني انا هنا لو ضربت الواحد دي في 2 هتديني 2، و3 في 2 هتديني 6. طالما ضربت البسط والمقام في نفس الرقم اللي هو 2، يبقى الصورة اللي ظهرت عندي دي 2 على 6 هي صورة تانية مماثلة او مساوية
مساوية للواحد على 3، يعني 2 على 6 هي بتساوي 1 على 3. لو رجعنا اختصرناها تاني او بسطناها هنقسم على 2 عادي فهتديني 1 على 3 برضو. طيب ايه كمان؟ نجيب صورة كمان. انا ضربت الواحد مرة في 2، نضربه تاني بقى في 3. 1 في 3 ب3، نضرب التلاتة في ايه كمان؟ في 3. زي ما انا ضربت الواحد في 3 هضرب المقام برضو في 3. يبقى ضربت البسط اللي هو 1 في 3 فاداني 3، هضرب المقام اللي هو 3 في 3 تاني فيديني 9. يبقى صورة تانية او حاجة مساوية تانية للتلت هي 3 على 9. يبقى 1 على 3 بتساوي 2 على 6 بتساوي 3 على 9. طب هو عايز صورتين ولا 3؟ لا 3. هل انا اعتبر الصورة اللي هو جايبها دي منهم؟ لا طبعا، انا بطلع 3 صور تانيين خالص غير اللي هو جايبها في المسألة. انا ضربت اول مرة في 2 وضربت المرة التانية في 3، هضرب المرة التالتة في 4. لو قلت 1 في 4 هتديني 4، ولو قلت 3 في 4 تديني 12. ليه ضربت تحت في 4؟ لان انا ضربت فوق البسط في 4. يبقى اضرب المقام هو كمان في 4 عشان اطلع صورة مماثلة بالظبط او مساوية للكسر الاولاني. يبقى 1 فوق ضربتها في 4 ادتني 4، و3 ضربتها في 4 ادتني 12. يبقى انا طلعت 3 صور للعدد تلت: 2 على 6، 3 على 9، 4 على 12. لو بصينا نلاقي الاتنين بالفعل تلت الستة، والتلاتة برضو تلت التسعة، والاربعة تلت ال12. ده زي ما كان الواحد هو تلت التلاتة. تمام. ناخد كمان مثال. قال لي اوجد صورتين للعدد ربع. عايز صورتين للعدد ربع. هحط ربع عادي معايا واطلع له صوره. ربع لو انا جيت اجيب له صوره، لو ضربت الواحد في 2 هيديني 2، والاربعة في 2 هتديني 8. يبقى الصورة اول صورة من ربع هي 2 على 8. طب انا ضربت اول مرة في 2، اضرب المرة التانية في 3. 1 في 3 بتدي 3، و4 اضربها في 3 هتدي 12. يبقى انا عندي الصور اللي مماثلة للربع هي 2 على 8 و3 على 12. لو بصينا هنلاقي الواحد ده ربع الاربعة، والاتنين برضو ربع التمانية، والتلاتة ربع الاتناشر. يبقى معنى كده ان كل الكسور دي متساوية، ولذلك بنقول على 2 على 8 و3 على 12 هي صور للعدد ربع. طيب برضو قال لي ايه؟ اوجد قيمة س فيما يلي. هنستخدم موضوع صور العدد النسبي في ايجاد قيمة س. كان عندي 2 على 6 بقت 6 على س. طب الاتنين عشان تبقى 6 يبقى اتضربت ولا اتقسمت؟ لا هي زادت، يبقى اذا اتضربت. بدل زادت يبقى اتضربت. الاتنين عشان تبقى 6 ضربتها في كام؟ ضربتها في 3. ما هو 2 في 3 ب6. طب يبقى ال6 هنا اضربها في كام عشان تديني س بقى اللي هو مساوي، اللي هو الكسر ده مساوي لده، عشان يعني يكون الكسر اللي هو 6 على س مساوي ل 2 على 6. يبقى ال6 كمان هتتضرب في 3، يبقى س في الحالة دي بتدي 18. بما انه بشوف صور العدد فانا بشوف الكسرين اللي قصاد بعض، الناحيتين المليانين، الاتنين قصادها ال6. الاتنين عشان تبقى 6 يبقى ايه؟ اتضربت في 3. يبقى ال6 برضو اللي تحت دي تتضرب في 3 عشان يكون الكسر ده كله على بعضه اللي هو 6 على س مساويا لل2 على 6. يبقى ال6 اتضربت في 3 عشان تديني س، يبقى س بكام؟ ب18. طيب ناخد كمان واحدة. قال لي 5 على 6 بتساوي س على 24. طيب بالعقل كده واحدة واحدة. ال6 عشان تبقى 24 اتضربت في كام؟ اتضربت في 4. يبقى ال6 اتضربت في 4 عشان تبقى 24. يبقى ال5 هي كمان هتكون اتضربت في كام؟ بما ان الكسر ده مساوي لده، يعني بما ان انا عندي الكسر اللي هو س على 24 مساوي للكسر 5 على 6. انا ضربت ال6 في 4، يبقى اكيد ال5 هضربها في كام؟ ال5 هضربها في 4. طب ال5 لما اضربها في 4 هتديني س، هتديني كام بقى؟ 5 في 4 ب20. يبقى س هنا بتدي 20. ممكن اعملها بطريقه تانية اللي كانت بتاعت 6 ابتدائي. احط س واعمل المقص المليان فوق اللي هي 5 في 24، واحط المقص الفاضل اللي هو يعني المقص المليان هنا 5 في 24 ده في البسط، وال6 في س ده يعتبر 6 بس عندي بحطها في المقام. هو ال5 في 24 على 6 وهرجع اختصر. لو اختصرت 6 على 6 فيها الواحد، و24 على 6 هتديني 4. طيب لو انا اختصرت هنا 6 على 6 فيها الواحد، ما هو في بين ال6 وال24 اختصار. لو انا اختصرت 6 على 6 تديني 1، وال24 اختصرها برضو على 6 تديني 4. ما انا طالما قسمت فوق على 6
او تحت على 6 اقسم فوق زيها على 6. يعني انا دايما في الكسور عشان ما اغيرش قيمتها لو قسمت على حاجة في البسط اقسم على نفس العدد في المقام، ولو ضربت في رقم في البسط برضو اضرب في نفس الرقم في المقام. باقي لي هنا ايه؟ 5 في 4 بكام؟ ب20 على 1 يعني 20. يعني س ممكن اجيبها 20 يا بالطريقة الاولانية تشوف مثلا الرقمين اللي قصاد بعض ده، ال6 بقت 24 ازاي، يعني اتضربت في كام، فتعرف ال5 اتضربت في كام فهتديني س. او تحط لي س وتحط لي المقص المليان اللي هو 5 في 24 في البسط، وترجع تقسم على المقص اللي ما فيهوش الا ناحيه واحده على ال6 وهتطلعها عادي، هتختصر وتطلعها. الاسهل ليك استخدمها. الرياضه لها طرق كتير، والميزه ان احنا كل واحد بيستخدم الطريقه اللي حاسس ان دماغه مهيئه ليها. احنا اخدنا لحد دلوقتي ازاي اعرف العدد الصحيح واعرف العدد النسبي وايه هي الاعداد النسبيه وكده، وخدنا ازاي صور للعدد النسبي، وخدنا تبسيط العدد النسبي. لسه في لنا في الدرس ده 3 جزئيات. لسه في عندي تحويل عدد عشري الى عدد نسبي، وتحويل عدد نسبي لعدد عشري، وتحويل عدد نسبي لنسبة مئوية. هاخد النهارده كمان تحويل عدد عشري لعدد نسبي، واسيب الجزئيتين دول للمره الجايه باذن الله في فيديو برضو قصير، بحيث ان انتوا تبقوا متابعين معايا كويس وبتفهموا جزئيه بجزئيه. اول حاجه هناخدها تحويل عدد عشري لعدد نسبي. ازاي احول عدد عشري لعدد نسبي؟ الموضوع سهل جدا، واعتقد برضو كنا خدنا منه خلفية او فكرة في الابتدائي، بس عادي بقى هناخده تاني. بيقول لي ايه لما اجي احط عدد عشري لعدد نسبي؟ هيقول لي ضع في صورة س على ص عدد نسبي. العدد النسبي قلنا اللي هو بيكون في صورة أ على ب. العدد النسبي اللي انا قلت اقدر احطه في صورة أ على ب، يعني او س على ص او م على ج، المهم يعني بسط ومقام. يقصد بيها ضع في صورة س على ص. دي المقصود بها هنا ان انا هيجي لي العدد العشري احطه في صورة بسط ومقام. ده المقصود بالموضوع كله. اول واحدة 4/10، وبعدين 25%، وبعدين -4/1000، 47% و9. هنمسكهم واحدة واحدة كده نفصصهم. اول واحدة 4/10. 4/10 دي بديهيا كده كنا بنقول 4/10 يعني 4/10 معروفة. 2/10 هي 2/10، و4/10 هي 4/10. او مثلا انا عندي العلامة بعد رقم 1 فبحط في المقام 10 وبحط ال4 فوق. و4/10 دي برضو ممكن اختصرها اكتر، عشان ال4 وال10 فيما بينهم اختصار، يعني الاتنين يقبلوا الاسم على رقم 1 وهو الاتنين يعني. فانا هقسم ال4 على الاتنين هتديني 2، وال10 على الاتنين هتديني 5. يبقى 4/10 ادتنا 4/10 او 2/5، ودي خلاص ابسط صورة ليها، مش هتتبسط عن كده. بعد كده 25%. 25% دي يعني معناها ايه؟ 25 على 100. واللي ما بيعرفش يحطها ازاي، انا عندي العلامة بعد رقمين يبقى المقام في 100 وال25 احطها فوق. يعني 25% دي معناها ان انا عندي 25 على 100. العلامة بعد رقمين يعني بقسم على 100، ده من شغل ابتدائي، وال25 في البسط يبقى 25 على 100. هل هي كده انتهت؟ لا، ممكن اختصرها كمان لأبسط صورة. ممكن اختصرها لأبسط صورة. عند ال25% ممكن اقسم على ال25، لان ال100 بتقبل القسمة على ال25. ال100 فيها 4 من ال25. يبقى انا لو قسمت على ال25 على ال25 هتديني 1. ولو قسمت، طالما قسمت فوق على 25 في البسط يعني، اقسم في المقام برضو على 25. 25 على 25 فيها 1، و100 على 25 فيها 4. يبقى ناتج المسألة دي عشان تكون في صورة س على ص هتبقى 1/4، وده اكتر اختصار ليها. يعني 25 على 100 هي في صورة س على ص كده، ولكن مش في ابسط صورة. فانا حطيتها حاليا في ابسط صورة برضو، وفي شكل س على ص اللي هو بسط ومقام. تمام. بعد كده جايب لي -4/1000. -4/1000. 4/1000 دي يعني كام؟ يعني 4 على 1000. يعني 4 على 1000. 4 أجزاء من 1000 هي 4 على 1000. أو أنا عندي العلامة بعد 3 أرقام يبقى أنا بقسم على 1000 و-4 بحطها فوق، يبقى أنا عندنا -4 على 1000. طيب في اختصار لسه. ال1000 بيقبل القسمة على ال4. السالب عندي موجود بحطه، يعني السالب عندي طالما موجود بحطه. يبقى هنا هقسم على ال4. -4 على 1 بتديني -4 على 1 يعني على 1 على 4 يا ربي. -4 على 4 يعني بقسم هنا على 4.
هتديني سالب 1. حط السالب وقول 4 على 4 فيها 1، والسالب معانا اهو بحطه، يبقى 4 على 4 فيها ال1 والسالب معايا احطه منساهوش، تبقى سالب 1. طب ال1000 لو قسمتها على 4، 1000 جنيه قسمتهم على 4 هيديك كل واحد 250، يبقى سالب 4 على 1000 هتطلع هنقسم فوق على 4 وتحت على 4، السالب بحطه، وال4 على 4 فيها ال1 وال1000 على 4 فيها 250. يبقى اختصار المسألة دي او ان انا اخرجها من الشكل العشري ده للشكل الكسر هتبقى سالب 4 على سالب 1 على 250، هتكون سالب 1 على 250. تمام. بعد كده جايب لي نسبة مئوية اللي هي 47%، جايب لي 47%، دي هحلها ازاي؟ 47% هي 47 على 100، او 47 من 100 هي 47%، هي 47 على 100. يبقى انا كده حطيتها في صورة بسط ومقام. 47% هي 47 على 100. هل في اختصار؟ لا، مفيش اختصار خالص بين ال47 وال100، ده فردي وده زوجي، ومفيش حاجة اقدر اختصر ما بينهم وبين بعض هنا. طب اللي بعدها رقم 9. 9 ده هحطه في صورة بسط ومقام ازاي؟ احنا قلنا ان اي عدد صحيح نقدر نحطه في صورة بسط ومقام بان احنا نخلي مقامه 1، بان احنا نخلي مقامه ايه؟ 1. يعني ال9 دي هعمل فيها ايه؟ هي عبارة عن 9 على 1، ال9 دي عبارة عن 9 على 1، وكده انا حطيتها في صورة س على ص بالشكل ده، انا حطيتها في صورة س على ص. نكمل برضو في الجزئية دي. جايب لي برضو 2.5 وعايزة في صورة س على ص. فاكرين لما كان يجي لي عدد وكسر وانا في الابتدائي كنت بقول ايه؟ ايده في رجله زائد راسه. يعني ايه 2.5؟ عشان اخليها في صورة بسط ومقام اللي هي س على ص، اقول ايده في رجله زائد راسه. ازاي يعني؟ 2 في 2 بكام؟ ب4 زائد ايه؟ 1 هتديني ايه؟ 5. دي 5 دي 5 هتبقى 5 على 2، المقام زي ما هو، لكن دي هتبقى معانا 5 مش 4، يبقى 2 في 2 ب4 و1 5، دي هتبقى 5 على 2. طب اللي بعدها رقم 7 جايب لي 2.5. هنا رقم يعني الرقم بعد العلامة العشرية، بعد علامة واحدة. ممكن احلها بكذا طريقة. 2.5 او 2.5 من 10 يعني هي 2.5 على 10. 2.5 دي او 2.5 من 10 هي 2.5 على 10. وارجع اقول ايده في رجله 2 في 10 ب20 وزائد راسه اللي هي 5 تبقى 25 على 10. او بطريقة تانية هشيل العلامة وكده انا شلتها بعد كام؟ بعد رقم 1، يبقى انا احط في المقام 10 واحط ال25 فوق عادي خالص. يبقى انا 2.5 من 10 خدتها قلت 2.5 على 10. فرجعت تاني عملتها بقى ايده في رجله زائد راسه 2 في 10 ب20 و5 يبقى 25. 25 على 10. او بطريقة تانية بشيل العلامة خالص، يبقى انا هنا بقى عندي 25 وبدل العلامة بقسم على 10 تبقى 25 على 10 برضو. كمان نكمل. جايب لي 1.12 من 100. العلامة هنا عندي بعد ايه؟ بعد رقمين، يبقى المفروض اقسم على كام؟ على 100 واشيل علامة عادي وهتبقى 112 على 100. العلامة بعد رقمين، طالما بعد رقمين يبقى بقسم على 100. لو انا العلامة بعد رقم هقسم على 10، بعد رقمين هقسم على 100، بعد 3 ارقام على 1000، بعد 4 ارقام على 10,000 لو انا عايزة احطهم في صورة بسط ومقام يعني. يبقى 1.12 من 100. العلامة بعد رقمين هشيل العلامة خالص واحط 100 واحط 112 فوق، بدل ما اقول 1.12 على 100 وارجع اقول 1 في 100 ب112 هتبقى 112 على 100 اللي هي ايده في رجله زائد راسه. انا خدتها خطوة واحدة وعملتها. طب اللي بعد كده كمان جايب لي القيمة المطلقة. لو تفتكروا القيمة المطلقة دي كنا بناخدها قبل كده، ان هي اي عدد بيكون جوه القيمة المطلقة وبيطلع من تحتها كأنه دخل خد شاور وطلع. بياخد شاور ليه؟ عشان يتخلص من السالب. بياخد شاور عشان يتخلص من السالب. يعني القيمة المطلقة فايدتها معانا ايه؟ ان هي بتطلع لي اي رقم تحتها سواء كان سالب او موجب لازم يعني يطلع الناتج بتاعه بالموجب. فالقيمة المطلقة بتاكل السالب، يعني شلنا القيمة المطلقة قصادها السالب خلاص. باقي لي مين هنا؟ 3 وربع. 3 في 4 بكام؟ ايده في رجله زائد راسه. 3 في 4 بكام؟ ب12 و1 يبقى 13 على 4. يبقى هنا القيمة المطلقة انا تخلصت، القيمة المطلقة كالت السالب، تخلصت لنا من السالب واتبقى لي الكسر العادي يعني عدد وكسر اللي هو 3 وربع. وانا عايزة احط ال3 وربع في صورة
س على ص اللي هو في صورة كسر، مش عايزة عدد وكسر، عايزة صورة كسر بس مش عدد وكسر. محدش يقول لي ما هي كده في صورة س على ص، لا هو عايز س على ص مش عدد وس على ص. فانا جيت هنا خلاص القيمة المطلقة اكلت السالب وتخلصنا منه، باقي لي هنا 3 في 4 ب12 و1 يبقى 13، والمقام بيفضل 4 زي ما هو. لما انا بحاول الكسر يعني بيفضل المقام زي ما هو. بكده نكون خلصنا درس النهاردة. انا بحاول ادي جزئيات صغيرة بحيث ان هي تتفهم،